تسألني وتقول لي طب إيه الغلط في ده؟ أقول لك أولًا كده إن ده بيأثّر على منطق التمثيل نفسه، التمثيل الطبيعي محتاج بناء، لحظة، تصعيد، وهكذا. لكن لمّا الممثل يبقى شايف إن الجملة دي هتتقطّع ويتعمل بيها صوت، بيركّز في إزاي أقولها جامد، مش ليه باقولها أصلًا، والفرق بينهم كبير جدًا. 2 بيخلّي كل الشخصيات شبه بعض، نفس طريقة الكلام، نفس التعبير المُبالغ فيه، نفس الحركة اللي معمول حسابها عشان تتقص وتتحط على أغنية. المشكلة الكبيرة بقى اللي الموضوع ده برضه بيعملها إنه بيأثّر عُمر المشهد نفسه، المشهد اللي اتعمل عشان يضرب على التيك توك ممكن يختفي بعد يومين، لكن المشهد اللي اتعمل من إحساس حقيقي ممكن يفضل سنين. وعشان أكون منصف، التيك توك كشف مشاهد تمثيلية عظيمة الناس كانت هتنساها، ورجّع لقطات من أفلام قديمة، وخلّى جيل جديد يحب تمثيل عمره ما كان هيشوفه، لإن الجيل الجديد ده مش مهتم إنه يتفرّج على التلفزيون قد ما مهتم إنه يفتح التيك توك. بس المشكلة بقى يا مان لمّا التمثيل نفسه يتحول لمنتج معمول عشان ينتشر، مش عشان يوصّل إحساس. وبس كده، هي دي كانت نهاية حلقتنا من برنامج شرح مفصل.